الزمالك بيفوز على غزل المحله وتعظيم سلام للمدير الفني اللي مصر على طريقه لعبه، سواء نجحت سواء فشلت. انت جايب مدير فني، الراجل دلوقتي صرح في المؤتمر الصحفي تصريح غريب. الراجل قال لك في بعض الناس في مجلس الاداره طالبين مني تغيير طريقه اللعب. طريقه اللعب ازاي؟ انت مش جايب واحد من على القنطره، يعني انت جايب مدير فني مثلا جايب جوارديولا او يورجن كلوب او اي اسم متعاقد معاهم ليهم طريقه لعب، تقول له لا غير طريقه لعبك عشان اللعيبه ما بتعرفش تطبق طريقه اللعب. انت جايب مدير فني متعاقد معاه، يبقى ليه كل الصلاحيات. فتعظيم سلام لمدير الفني الزمالك، الراجل قال لك انا ما وصلتش باللعيبه دي ل 30% من المستوى اللي المفروض يتقدم. قال لك انا عارف ان في بعض الاخفاقات وبعض النزول في المستوى في قلب الدفاع، هو شايف كل حاجه. احنا كنا بنطلع نقول ان يعني السناري ده ما يلعبش، عمر جابر، ناس يعني دون المستوى، بس الراجل اصلا ما عندوش بره مساكين. انت متخيل ان الراجل بيثق في حمزه المسلوسي اللي هو باك رايت وبيلعبه في القلب، في قلب الدفاع وفي قلب الملعب، وبيلعب محمد عبد الغني على الطرف ناحيه الشمال، وبيلعب مصطفى الزناري ناحيه اليمين، لان الراجل مش واثق فيهم. يعني محمد عبد الغني ده اصله مساك، ومصطفى الزناري دول اصلهم الاثنين مساكين. بيلعب حمزه المسلوسي في قلب الملعب، يعني المدافع رقم واحد اللي هو المفروض باك يمين، وبيلعب مصطفى الزناري ناحيه اليمين، المساك ناحيه اليمين. الراجل اصلا مش واثق في بعض اللعيبه. يجي في نص الملعب النهارده بقى بيجرب، لعب السيسي ولعب بالحاج من اول مباراه. الزمالك عمل ماتش عالمي يا جماعه، واللعيب الجامد بيبان انه لعيب جامد مع اي طريقه لعب مع اي تشكيل. شوف شيكابالا لو برجل واحده احرف من ناس كتيره لعب الكوره وبتلعب كوره ولسه هتلعب كوره. شيكابالا برجل واحده بيعمل كل رجليه خشب فعلا. هو شيكابالا كده من طول عمره كده، بيعمل حاجات ما تتوقعش ويعمل حاجات غريبه. هو في الكوره يا جماعه، اصل الكوره ما بتتعلمش، الكوره دي مهاره هو ربنا خلقك بيها. ربنا خلقك بتاع كوره بتاع شارع، زي احمد ابو الفتوح عمال يفتش في العيال بتاعه المحله يودوهم يمين ويودوهم شمال. هو جمهور الزمالك عايز قال لك كده يا جماعه، عايز قال نشوف الفرقه حلوه. ادي النهارده طلعنا شدنا بكل اللعيبه اللي لعبت الا اتنين، مصطفى الزناري والراجل اللي اسمه عمر جابر. دول يا جماعه شوفوا لهم شغلانه غير الكوره، عشان دول لو لعبنا الاهلي بطريقه اللعب دي انا ما عنديش مشكله ان نلعب بطريقه اللعب دي، بس طريقه اللعب دي عايزه لعيبه معينه. انت هتلعب الاهلي بمصطفى الزناري وعمر جابر. عمر جابر جاي على ماتش الاهلي اليوم 12/7 كمان اسبوع ولا 9 ايام، ويخف من الاصابه عشان يلعب ماتش الاهلي ويشيلنا الطين. ما هي طريقه اللعب ذات نفسها تخوف تقلق، انك تفتح طريقه اللعب دي قدام فرقه زي الاهلي بجبروتها بلعبتها تقلقك. انما الراجل مصر على طريقه اللعب، خلاص هو اللي يشيل الليله. تحيه ليه ان هو عايز مصر على طريقه لعبه. انما الملعب عايز ناس تقدر تشيله، عايز لعيبه بامكانيات معينه، مش اي حد يقدر يلعبها. الراجل بيقول لك انا طالب مدافع بيلعب برجليه الشمال. ليه؟ خلاص هو مصر على طريقه اللعب دي، وان يطلب مدافع بيلعب برجليه الشمال يعني هيلعب مكان احمد ابو الفتوح مدافع اللي هو الثاني او الثالث، لانه الراجل بيلعب بثلاثه، عايز راجل يلعب ناحيه الشمال برجليه الشمال. والطبيعي ان احمد فتوح واخد راحته في المكان ده وبيعمل اسيستات وبيعمل كل حاجه. فنفذوا للراجل طلباته، اشتغلوا لمصلحه الزمالك، شوفوا الزمالك عايز ايه او الراجل طالب ايه وايه مصلحه الفرقه واشتغلوا ليها. انتوا يعني مش جايبين كشك وتطلع تقول لي اصل سيف جعفر سرق العقود. هو يعني انا مش فاهم، هو مأجر محل يا عم الحاج، عقود ايه؟ هو انا كاتب محل ايجار؟ ما حاجه تجن العقل وتشايب العقل. ما جمهور الزمالك لا حق دماغه تتعب. بالمناسبه يعني في ناس كبالي على موضوع سيف جعفر وكابتن فاروق جعفر، بعد ما طلعت عملت الفيديو كبالي اصل هو متخانق مع ابنه. ابني ايه يا جماعه؟ ابني ايه وامه ايه اللي واخده قرار؟ ده ابني ما بيكلمنيش يكلمني في قواعد ما ينفعش تتعدى. ده بيتك يا حبيبي، ده البيت اللي شهر ابوك، ده البيت اللي اكل ابوك، هتقعد وتستحمل وكل حاجه فوق دماغك. ما تقوليش اصل بيكلم امه. كل ده يا جماعه مصالح وسبوبات عشان الناس بس تفهم ومحدش يقول لي اصل امه حاكمه عليه وبقاله سنتين ما بيشوفش ابوه. انا ماليش دعوه، انا ده ابني واحكم عليه والجزمه احطها فوق دماغه. ده ابني، امه ايه اللي تحكم عليه؟ انا اللي ليا القرار في كل حاجه. انا بكلمكم بما يرضي الله. فالموضوع ده امر مفروغ منه. طب ما علينا ان ده يا كابتن فاروق جعفر منفصل عن والده سيف، وان سيف سمع كلام والدته. طب اسامه نبيه، واسامه نبيه طيب الوضع ايه؟ ما هو ابن الزمالك برضه، ويعني يوسف اتربى على حب الزمالك وكلم الزمالك، وابوه الناس عرفته عن الزمالك وركبوا عربات من الزمالك. ايه الوضع ايه؟
والناس بتقول لي رمضان صبحي. رمضان صبحي يا جماعه ده الموضوع غير ده القرار غير القرار خالص. ده الموضوع غير الموضوع خالص. تقول لي اصل انت قلت ان ولاد الاهلي ما بيعملوش صيام رمضان. رمضان صبحي عمل ايه؟ راح بيراميدز من الاهلي؟ هو رمضان راح بيراميدز من الاهلي؟ رمضان راح من هيدرسفيلد يا عم الحاج. ولو رمضان عمل يا عم راح من الاهلي، واحد من ال 100,000، واحد من ال 100 مليون عمل الكلام ده. فين رمضان دلوقتي؟ بطلوه كوره، بطلوه كوره. لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب، وكل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، ودايما في ظهري.